والنذالة وخيوط الغدر والخيانة في 9 أكتوبر تشرين الثاني عام 98 لتكتمل في 15 شباط 99 اجتمع أرباب الشر للرأسمالية البغيضة مع شياطين الإنس للإمبريالية المقيتة مستشعرين الخوف من النور الأوجلاني الذي بدا نوره يشع من جبال زغروس وسهول دجلة والفرات، حيث مورست أبشع أنواع الضغط على القائد لإخراجه من الساحة الثورية في الشرق الأوسط. سلام على العظماء وسلام على من سيدون التاريخ أمجادا وأفعالا وأقوالا لهم ستبقى خالدة في الفكر والوجدان. نجتمع اليوم منددين بالمؤامرة الدولية التي نفذتها وخططت لها الإمبريالية والرأسمالية العالمية وشاركت فيها كل القوى المعادية للحريات، والتي تعمل جاهدة على إسكات قول الحق وطمس الحقيقة والمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان. الذكرى السنوية 24 للمؤامرة الدولية الشنيعة على القائد الأممي والإنساني عبد الله أوجلان، والتي بدأت مثل هذا اليوم في 9 من شهر تشرين الأول عندما أجبروا القائد على الرحيل من الشرق الأوسط لينفذوا خطتهم الشنيعة، وبدأت خيوط المؤامرة في هذا اليوم واستمرت إلى 15 شباط، حيث تم خطف القائد عبد الله أوجلان بعملية قرصنة دولية لا أخلاقية، واستهدفت هذه المؤامرة شخص القائد صاحب فكرة الأمة الديمقراطية التي أهاب كافة الأنظمة والدول الرأسمالية. هذا الفكر الذي أعطى كافة الشعوب والمكونات والأديان العيش بحرية وكرامة بعيدا عن الظلم والاستبداد، والمبني على أخوة الشعوب الحرة، والتي طرح لكافة القضايا التي يعاني منها مناطق الشرق الأوسط.